السلام عليكم، وصحايتكم تعيدوا بصحه ولهنا ان شاء الله. اليوم مع وصفات عيد الاضحى راح ندير لكم واحد الوصفه بزاف بنينه وسهله. توجد تمتم، يعني هذه الوصفه تجي بزاف بنينه. ساندويشات باللحم، يعني كاين بزاف الناس ما يحبوش كيجي ناشف. هذه الوصفه يجينا مشرب يعني، ويجي معسل، يجي بزاف هايل. ان شاء الله تتبعوا الوصفه كامل، واذا عجبتكم ديروا لي جيم او كومونتير هكذا باش نعرف بلي عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا جيبوا يعني الكميه تاع اللحم اللي يكون عندكم. هنا تقدروا ديروا اللحم تاع الغنمي، تقدروا ديروا تاع البقري، كما تقدروا ديروا صدر الدجاج. تجي بزاف بنينه. تكونسونطريوش بزاف ولا متركزوش بزاف مع المقله. هنا كما شفتوا هذوك القطع نتاع اللحم قطعوهم يكونوا شويه رقاق باش يطيبوا لكم بالخف، وما يديوناش وقت طويل في الطياب. هكذا كما شفتوا انا كنت قطعت الكميه هذه، ومن بعد نحطو في مقله، نحطو فيها شويه نتاع الزيت، نخلوه يسخن، من بعد نحطو هذاك اللحم اللي كنا قطعناه. كما قلت لكم تقدروا ديروه انا درت هذا الغنمي، كما تقدروا ديروا بالبقري، تقدروا ديروا بالدجاج ولا بصدر الدجاج، يجي بزاف هايل ويجي بزاف بنين. وكما قلت لكم يجي معسل، تجي فيه هذيك، تجي فيه شويه هذيك لاصوص، ما راحش يجيكم ناشف. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش هذاك اللحم تاعهم ولا الدجاج نتاعهم يجيهم ناشف. كما راكم تشوفوا حكمت قليت هذاك اللحم تاعي اللي كنت قطعته، قلوه مليح حتى يولي لكم اللون تاعو، يعني يولي شويه ذهبي، يعني يتقلى مليح. ومن بعد واش ندير انا عندي هنا بالنسبه هذه الكميه، انا كانت عندي كميه صغيره، درت نص حبه تاع البصل، نقطعوها بالطول، نقطعوها تكون رقيقه. كل ما تكون رقيقه البصله نتاعكم راح طيب لكم تمتم وراح تعسل لكم وتتكرمل. عندي هنايا زوج فصوص نتاع الثوم اللي كنت رحيتهم، ومن بعد نكمل نقلي هذاك اللحم، هذاك البصل والثوم نقليوهم مليح حتى يدبل لنا كامل هذاك البصل كما قلت لكم، ويتكرمل لنا، راح يعطينا واحد البنه واحد الذوق بزاف هايل. هكذا انا نبقى نقلي فيه حتى يدبل لي كامل هذاك البصل. في نفس الوقت هذاك اللحم راهو يطيب، يعني ما راحش يبقى لكم خضر، راح يطيب. هنا واش عندي توابل، راح ندير كميه نتاع الملح، يعني كميه اللي تحبوها، وعندي هنا ملعقه صغيره نتاع الكركم وملعقه صغيره نتاع فلفل اسود. نخلطوهم مليح هكذا، ومن بعد نقصوا الفرن تاعنا ونخليوهم يتقلاو مليح كما قلت لكم حتى يدبل لنا كامل هذاك البصل. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه بزاف سهله وتوجد في وقفه، يعني ما تاخذ لكمش كامل وقت بزاف. انا عندي هنايا نص حبه نتاع طماطم، عفوا طماطم كانت في المجمد. نتوما اذا كانت عندكم طماطم عاديه، يعني حبه طماطيش تكون احسن، نسكرفجوها ونضيفوها لهذاك اللحم. هنا غير يعني هذيك طماطم تذوب لنا شويه، نطفيو على الفرن ونخليوها. شوفوا يعني طلقنا هذاك الماء، هنا نجي نطفي لها ونخليها. هنايا انا كنت قليت شويه نتاع البطاطا، ضيفوا لها هذيك البطاطا، راح تشرب لكم كامل هذيك لاصوص وتجي بزاف بنينه. كما قلت لكم تقدروا ديروا هذه الكميه صغيره، كما تقدروا ديروا كميه اللي حبيتوا وتضاعفوا المقادير. انا هنايا كنت قليت حبه تاع البطاطا ونضيفها لهذاك اللحم، من بعد نخلطوها هنايا باش تشرب لنا كامل هذيك لاصوص. بالنسبه للناس اللي ما تحبش البطاطا ولا لي فريت تقدروا تستغنوا عليهم، يعني تقدروا ديروا غير هذاك اللحم اللي درناه مع هذاك البصل. شوفوا الشكل نتاعها كيفاش يجي. هنايا بعد ما طابلنا هذاك اللحم وهذيك البطاطا تشربتنا كامل هذيك لاصوص، كما راكم تشوفوا فيها تجي ناشفه بعد ما حطينا هذيك البطاطا وتشربنا كامل هذيك لاصوص. انا عندي هنايا خبز عادي، تقدروا ديروا مطلوع، راح يجيكم بزاف بنين بالمطلوع. جربوها بالمطلوع راح يجي بزاف هايل. نجي نحطها هكذا في الساندويش، تقدروا ترافقوها يعني بلي صوص كيما صوص ميزون ولا كيما تحبوا، راح تجي بزاف هايله. وهذه هي الوصفه نتاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا شحال تجي بنينه وتجي تشهي. انا هنايا بعد ما كملتها كامل ضفت لها كميه تاع المعدنوس، نتوما تقدروا تضيفوا لها كميه تاع المعدنوس يكون فري يكون احسن، راح تعطيكم واحد الريحه بزاف هايله. شوفوا الشكل نتاعها راهو يشهي.
وهذا هو الساندويتش تاع نهار اليوم. ان شاء الله ينال اعجابكم. كما قلت لكم ساهل وبنين، واللحم تاعنا شوفوا كيفاش يطيب، ما راحش يجيكم كامل ناشف ولا ما يطيب لكمش، راح يطيب ويجي بزاف عين. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. بقى لنا نقول لكم مع السلامه.